الدار البيضاء لغايه كذا لغايه مكناس حوالي 230 كيلو، جبال كلها ومرتفعات ومنخفضات. ورميه التماس وعفه نصار نمره 7 بيلعب رميه التماس، لعبها فعلا الى 14 محمد صبري وثاني عفت، واوفر الناحيه الثانيه وايمن منصور واحمد الكاس مع بعض، ويكمل ادو في اسكندريه 2 لا شيء، ومحاولات من بعيد لكن ضربه مرمى. طبعا بيبقى الدقائق الاولى من المباراه بتبقى جاست نب، مره ثانيه ومحاولات، ونمره 9 بيشوط كاماتشو على فكره اسمه عبد الجليل، هذا. وهناك مفاوضات بين نادي الزمالك وبينه لصالح المكناس الرياضي المغربي، واوفر عاليه طبعا حافظين الملعب. عفت نصار وفي محاولات وثاني اوفر وتطول، واشرف قاسم بسرعه اماميه. عفت نصار بيحصلها، عفت ماشي عفت وبيعدي ويلعبها اماميه. قاسي سعيد وجول فاضي، والجول يا سلام، وجول فاضي يا قاسي، جميله جدا. ونشوف عفت نصار وضربه حره مباشره، وفي لاعب وبيلعبها له اماميه هناك عند احمد الكاس، وفي رايه وصفاره وضربه حره غير مباشره، رايه وصفاره، وفي لاعب واقع. مساعد الحكم دلوقتي هيسال انجاي اساندي، ناداه له معرفش عشان ايه، واللعيبه راحه وراه، وهنشوف الحكم رايح ورايح مطلع كارت احمر لاحمد الكاس، كارت احمر لمين؟ لعيب وقع وكارت احمر. عفت نصار راح يتكلم، واشرف قاسم وعفت نصار. احمد الكاس لعيب معروف عنه يعني دماسة الخلق. احمد الكاس فعلا خارج احمد لعيب دمس الخلق جدا، لا يمكن يكون عمل حاجه من وراء ظهر الحكم، لكن في لعيب وقع، وبعدين الحكم راح للمساعد رقم 1 وفوجئنا بالكارت الاحمر بيطلع، لكن المفروض ان اللعيبه تحتفظ بهدوء الاعصاب. الزمالك هيلعب ب10 لاعبين بعد ما خرج نجمه احمد الكاس، وضربه حره مباشره لصالح الحكم. بيتاكد وبيكلم مستر فيرنر عشان يخرج ايضا يقعد على الدكه وما يخرجش خارج المنطقه الفنيه. وابناء مصر اللي دايما معادنهم بتظهر وقت الشده، والضربه الحره المباشره لصالح نادي الزمالك، والهوى بيظاهر نادي الزمالك قليلا. هنشوف اسماعيل وعفت ومعاه نمره 14 محمد صبري. ضربه حره مباشره وبيجرب، واسماعيل يوسف وبينيه جنب القائم بره. اسماعيل يوسف حب يعمل فيها عنصر مفاجاه. ضربه مرمى لصالح المكناس المغربي. متابعه مصطفى بدان بيلعب رميه التماس، ومره ثانيه تروح له يلعبها بالعرض، وادى وهيحاول، لكن تغطيه من اشرف قاسم، وبسرعه يشوطها اماميه عند ايمن منصور. وبدايه اللقاء ولا زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. وبتتلعب رميه التماس الى نمره 7 اليوسفي، وتترد ثاني الى حسينه، واوفر عاليه. حسين السيد برشاقه ويعني تمكن يطلع فوق ويمسكها، مش علاقه باللعبه اللعيب. ريح له الحكم بيقول له انت مالك. وضربه حره مباشره، واسماعيل يوسف بيلعبها ضربه الحره المباشره تترد، وهنا مكمل يحيى، وثاني الهجمه المرتده اسماعيل يوسف مكمل ونمره 9 كاماتشو يعني عايز يعمل شغل. كاماتشو في اللعبه فرصه، مع ان سمعنا ان هناك محاولات مع كاماتشو لضمه لصفوف نادي الزمالك. والضربه الحره المباشره لصالح المكناس المغربي. عاليه الناحيه الثانيه عند نبيل محمود وحسين، وفي زقه لحسين. يا ولد يا اشرف، يا ولد يا اشرف، ايه الجمال ده؟
اشرف نقول ايه؟ نقول امتياز، نقول كتير قوي في اشرف قاسم. اشرف قاسم بيطلع الكره من على خط المرمى قبل ان تعبره. برافو يا اشرف، برافو يا اشرف، بس ربنا ما بيحبش الظلم. في زعه فعلا لحسين السيد، يمكن حضراتكم شفتوها، والكره اتلعبت واشرف قاسم بيطلعها من على خط المرمى تماما. برافو يا اشرف، وضربه حره مباشره وعاليه. وحسين السيد تاني، ده فيه على فكره الضربه يعني شويه على الكيف. حسين السيد واقع، حسين السيد ما زال واقع، حسين السيد. لكن ان شاء الله هي كده كرة القدم. ونزل فعلا اللعيب اللي كان بيتعالج كاماتشو. حسين مرتين، المرة الأولانية وأشرف قاسم أنقذ الكرة من على خط المرمى. بيكلم قاسي سعيد عشان ما يتكلمش. لسه حسين مصاب، وبنشوف إعادة للعبة اللي فاتت أهو. بنشوف الكرة ولاعيب معرفش بياخد الكرة وبيجري عشان يعمل إيه. يعني هو هيعمل اسقاط، هيعمل اسقاط فين؟ ما اعرفش اللعيب كان بيتخانق على الكوره ليه. يعني حاجات ما يجبش انها تبقى موجوده، لكن الحكم خد الكوره وراح ناحيه مراقب الخط الناحيه الثانيه. يا ترى ايه مفاجآت ثانيه هتحصل؟ قال له روح روح، مفيش. يا ترى ايه الحكايه بالظبط؟ قال له مفيش حاجه. طب ايه المنظر؟ يبقى هنا ناخد على الحكم انه قبل ما يروح للمساعد من بعيد يعرف اذا كان في حاجه ولا لا. لو حس ان في حاجه يبقى يروح، لكن لو ما كانش فيه داعي انه يروح له، منظره مش حلو ابدا. لما راح له قال له لا مفيش حاجه. يعني انت كنت متطوع بقى ولا ايه؟ مدينه الدار البيضاء سميت بالدار البيضاء، بينما في مراكش البيوت كلها واخده اللون الاحمر. سفارتنا اللي في الرباط مكان حسين السيد نص الشوط الاولاني تقريبا. وطبعا هنا في شويه وقت ضايعين، الحكم هيحسبهم. الزمالك بيلعب ب 10 لاعبين بعد طرد احمد الجاد. في نهايه هذه المسابقه يبقى 11 لعيب وخمسه احتياطيين. اسماعيل يوسف بيحمس لاعيبته وبيقول لهم احنا رجاله واحنا قدها ودود. فعلا نازل، والتغيير الاول في صفوف نادي الزمالك نادر السيد نزل مكان حسين السيد. مراقب الخط رافع او مساعد الحكم متاسف رافع الرايه. يا ترى عايز يقول للحكم ايه؟ عايز ينبهه الاسقاط هيبقى فين. هنا طبعا لازم يسقط الكره، مش لازم يستنى عشان ياخدوها. برافو، يعني عمل حاجه كويسه. ورمي التماس للمكناس المغربي وبالعرض ومحاولات وبره وضربه ركنيه. ضربه ركنيه اشرف قاسم، وبيقاتل الحقيقه اشرف قاسم ببساله جدا في خط الظهر. الجمهور قريب قوي من المرمى ومن حارس المرمى، وطبعا الملعب صغير فباين قوي عدد الجماهيري. يعني الكباسيتي او السعه بتاعه الاستاد يمكن 10 12 الف. هنا طبعا لو المجموعه دي في استاد القاهره ما يبانوش بمدرجين ثلاثه. والضربه الركنيه وفي دفع من كاماتشو، لكن بيلعبها المنطيح. وتاني نادر السيد، وهو بنشوف نقول الضربه على الكيف، مش عايزين نقول حاجه. وتاني نمره 14 محمد صبري، وضربه حره مباشره مع المنطيح ويلعبها الى أدى. وتاني ياخدها قاسي سعيد. قاسي سعيد ماشي. عفت نصار، عفت الى اسماعيل يوسف لعفت. ايوه نقله واحده كده، برافو يا اولاد. عفت تاني، ماشي عفت ويجرب عفت وبره ضربه مرمى. لكن محاولات، انا عايز اقول نمسك الكوره ولمسه ولعبه صبري، ومره تانيه ترتد. وهنا كور عرضيه وخطر وبينيه وطارق مصطفى. الجول الاول 1-0. الجول الاول طارق مصطفى الزحلق ويوسف المنطيح. ايمن منصور وقاسي سعيد. ايمن منصور، اسماعيل يوسف. وبنشوف اعاده
الزمالك وعفت نصار. عفت نصار بيلعب رمية التماس، ومرة تانية رمية التماس، مرة تانية رمية التماس، مرة تانية رمية التماس، مرة تانية، وعفت نصار يلعبها أمامية ويقلش ويشوط. الله، وجول وجول وجول. الواد يا عيني طارق مصطفى، طارق مصطفى عوض الجول. طارق مصطفى جاب اغلى جول في البطوله. طارق مصطفى بيجيب جول جميل جدا. طارق مصطفى مش ممكن. طارق مصطفى في الدقيقه 28. يمكن حضراتكم ساكتين شايفين او حاسين بالصمت الرهيب اللي في استاد المكناس. شايفين ان الصمت الرهيب جدا لجول طارق مصطفى. 1-1 والضربة الموضوعية. 1-1 يحيى نبيل، برافو يحيى. عفت نصار، عفت ماشي، عفت كويس قوي، ماشي عفت أمامية إلى أيمن، تتقطع. الحقيقة طارق مصطفى مش يعني بيتهيألي أنا حاسس بمشاعره، لأن هو لما زحلق اعتبر نفسه سبب في ان الجول يجي. يرجع ديدان وعاليه، كلهم بيعتمدوا على الكور العاليه زي ما حضراتكم شايفين، وفي دفع مش عايزين نتكلم، وفي فاول وضربه حره مباشره. مش عايز اقول الحقيقه الكور العاليه بيعتمدوا على التمريرات العاليه من بعيد على امل في زق كتير، في دفع كتير. يعني اسماعيل يوسف بثقه، لكن ياخدها عمري، عبد العزيز عمري، ضاغطين شويه ومحاولات، لكن اشرف قاسم بيسيبها. برافو يا اشرف، برافو يا اشرف، موه وسابها النادر السيد. تمام. طب قاسي، وترجع مره ثانيه الى نمره 8 كمال دليل، ودليل بيشوط بعيده، الحمد لله بره، ضربه مرمى. الوقت طبعا هيبتدي يخلي الجمهور، يعني الوقت طبعا كل ما دقيقه بتفوت في صالح نادي الزمالك واعصابه. حته خبره يعني طبعا هو الوقت اللي هيضيع هيتحسب وهيضيفه الحكم، ولازم يستنى الشخص او حارس المرمى مش هوقف اللعب عشانه، وتتلعب الاوفر فعلا، ونادر السيد بالبوكس مفيش حل. وطارق مصطفى، يلا يا طارق، هجمه مرتده، يلا يا طارق، يلا يا طارق. مشي لنفسه كويس، مشي وعدى كويس، وتاني وبيلعبها اماميه، وخدها منه محمد صبري، يلا مهاره عاليه، وصبري وبيقع صبري. الحكم بيقول مفيش حاجه، العب. وحسينه، محمد حسينه نمره 14 متقدم، لابس ركبه زي عزيز بودربالة، فاكرين حضراتكم، وشوطها برجله الشمال طويله عاليه، ونادر السيد يمسكها بسرعه. برافو يا نادر. اتزق طبعا نبيل، لكن العب يا نبيل على الكوره. عبد العزيز عمري، كلها كور اماميه طويله. اسماعيل يوسف، وتوصل الى 11. ادى معاه يحيى، وتاني بالعرض، وقاسي، وبيقع قاسي، وبتتخطف منه ياخدها محمد اليوسفي، وبالعرض، وضربه ركنيه. في قتال بقول، وفي هو وعاليه اوفر ثانيه، ومره ثانيه تطلع. يعني اسماعيل يوسف هنا، اسماعيل يوسف اماميه، عفت نصار، وعفت ياخدها لنفسه كويس. يلا يا عفت، يلا يا عفت، يلا يا عفت، معاها بن حسين، ويرجعها للحارس عبد الاله الصغير، ويحيى نبيل يعلي، وايمن منصور، ومره ثانيه ايمن، ومعاه نمره 8 كمال دليل، واليوسفي بيعمل اوفر، والجول الثاني 2-1 لصالح المكناس المغربي. 2-1 حسينه، وياخدها قاسي سعيد. برافو يا قاسي، يلا يا قاسي، يلا يا قاسي، ماشي، ومن امامه ضربه حره مباشره. هنا مفيش حاجه، ضربه حره مباشره على ادى مباشره عاليه، ضربه عاليه هي بتطفى على عبد الاله الصغير، ومصطفى بيدان، وبيشترك معاه قاسي سعيد، وضربه حره مباشره. ضربه الحره المباشره، واشرف قاسم، وهنا البيوت حوالين حوالين الاستاد، واشرف قاسم اوفر الناحيه الثانيه، اوفر، ويطير عليها عبد الاله الصغير غير مباشره، وبحسينها بيلعبها اوفر الناحيه الثانيه، كل كره عرضيه نبيل محمود، وفي زق ودفع، ومدي ضربه ركنيه، وبيجري له
وماتشو ما اعرفش عايز ايه الحقيقه. واتلعبت قصيره المره دي وبيمشي بيها وتطول، ومره ثانيه على طول تطلع بره دفاع، وتاني اوفر كالمعتاد، ويطلع نادر ياخدها. برافو يا نادر، برافو يا نادر، برافو يا نادر. جرب يا عفت، وعفت نصار ارضيه بره ضربه مرمى. حوالي 7 دقايق دلوقتي من محمد حسينه ومغطي يحيى نبيل. برافو يحيى، ويلعبها عند قاسي سعيد. قاسي سعيد وماشي قاسي، وطويله تعلى وتعدي خط التماس. رمية التماس بسرعه بتوصل الى نمره 8 كمال دليل، ومعاه صبري واشرف قاسم، وبره ضربه. 11 دقيقه تقريبا وقت بدل ضايع، والنتيجه تقدم نادي مكناس المغربي بهدفين مقابل هدف واحد لنادي الزمالك. استاذنكم سادتي وسادتي في استراحه قصيره، ثم نعود مره ثانيه بالفاولات مع بعض ونعدها. ضربه حره قاسي سعيد قاسي ايمن منصور، عفت هوب عفت وعفت شاطها بس بره على شمال القائم. ضربه مرمى الى مصطفى بيدان وبالعرض، هيلعبها طبعا بالعرض وتيجي في القائم، وضربه ركنيه جت اليوسف بالعرض، ومشي كمال ودليل بالعرض وشوطها كمان مره ثانيه ترجع وتروح على عبد الواحد بن حسين الى عبد العزيز عمري، وتاني نادر، وسابها والله لدريدب وبره ضربه مرمى، بره ضربه من قاسي ايضا، وتاني حسينه ودريدب، وشوف جامده دريدب بره ضربه مرمى شويه، ويلعبها لبن حسين بينيه الى مصطفى بيدان ثاني عاليه الناحيه الثانيه جدا، والثاني وتترد، وطارق مصطفى بسرعه، وحسينه وبيلم من نفسه وبيشوط، واوفسايد وضربه حره غير مباشره، رايه وصفاره، بس ضغط كبير قوي، ضغط جامد جدا. حسينه اماميه، صبري متابع وش جامده مصطفى، مش ممكن تريد اب ونادر. برافو نادر السيد. هنشوف اللاعب نمره 10 نزل مكان مين. تاني اتمرر ومسك نادر السيد عسو. هنشوف اللعيب كمال يوصل تاني دريدب وعاليه وبره ما كانش فيها اوفسايد ولا حاجه، وضربه مرمى يا ترى ولا تسلل بعدين، والضربه الركنيه، وراح مصطفى بيدان عشان يلعبها نمره 13 برجله اليمين على حدود منطقه الجزاء. نمره 10 كمال عسو، وهنا الحكم صفر وقال له لا اسمع الصفاره من فضلك، هيرجعها تاني، ولسه ما زالوا. ودريدب فعلا بيشوطها، وترجع تاني لكمال دليل، وطارق مصطفى معاه، واماميه الى المنطيح، واوفر من عند المنطيح، ويطلعها اشرف قاسم يعني بتألق جدا، ومحمود سعد بيقول له اطلعوا 37 دقيقه، ولا ما اعرفش المساعد الحكم مدي اشاره على ايه مش فاهم. الراجل مدي فاول بول ضربه حره مباشره، وهو مصمم يدي اشاره الناحيه الثانيه. و13 بيدان وابن الحسين، وتطول وبرافو قاسي راجع يعمل دور دفاعي في منتهى الجمال. قاسي ادي البيوت الزمالك، صبري واخدها صبري، يا سلام، امشي يا صبري، وايمن منصور يصلحها الله ايمن منصور وجول ايمن منصور على
على طول الاعلام ابتدت تترمي في الملعب. ايمن منصور بيجيب جول جميل جدا وهدف غالي جدا. ايمن منصور 2-2 في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. 2-2 جول جميل جدا. نقول اسماعيل يوسف عمله لعفت نصار ازاي، لمحمد صبري ازاي، ومشي صبري ولعبوا لايمن منصور ازاي وجاب جول جميل قد ايه. قد ايه جول جميل. 2-2 وايضا بيقولوا انتظرونا، احنا جايين 6 اكتوبر ان شاء الله في لقاء المغرب ومصر وبنرحب بيهم. بنتمنى ايضا لفريق نادي المقاولين العرب حظ موفق النهارده ان شاء الله في لقائه مع بطل المغرب وبينيه ومحاولات ويحيى نبيل وعفت نصار وجمهور بيشجع نادي الزمالك وقاسي سعيد بيجري و10 لاعبين في مواجهه 11. محمد صبري كمال دليل مره ثانيه اماميه ويحيى نبيل يعلي ويطلع نادر بدماغه نادر. لانه كان معتقد انه ما يقدرش يمسكها، لكن هنا يقدر يمسكها الحقيقه لان مش مرجعها له متعمده. اشرف قاسم بيتالق ويطلع بره ضربه ركنيه. لما لعبها يحيى نبيل وقلشت نادر السيد تعمد يلعبها بدماغه لانه اعتقد انه ما يقدرش يمسكها بايده. طبعا في مثل هذه الحالات لسه الهجمه وتعادل وبتروح الى كمال عسو وعرضات بره. ضربه مرمى من فوق العارضه وضربه مرمى لصالح نادي الزمالك ونادر السيد. يعني طبعا فيه هتاف انا مش سامعه ومش فاهمه. وبتعلى مره ثانيه وتاني محاولات والحكم بيصفر بانتهاء الشوط الثاني والمباراه.